نضرب 500 غرام مارغرين وقابسة ويسكو اروح نديرو في رحبه اكثر من 130 حبه كاطو الكوفريت اللي ما كاش كيفاش يجي العيد وما نديرهش الخوتي. وبغيت نقول لكم ثاني بلي هذه هي الوصفه الاصليه كاطو الكوفريت. هذا الكاطو يجيكم بزاف بنين، يجيكم هشيش وطري ويدوب في الفم لانه يخرج لكم كونتيتي كبيره. ديري لايك وابوني تبعوا معايا لا غسات. في ريسيبيون نديرو المارغرين ونزيدو عليهم الزيت ونخلي لكم لي زانغريديون مكتوبين في نهايه الفيديو تاع كونتيتي صغيره وميم تاني تاع الكونتيتي الكبيره اللي كنت درتها انا. نخلطوهم غايه بالباتر ولا بالبيتخا، نزيدو عليهم سكر غلاس، المايزينا، نزيدو عليهم البيض لافاني ونعاودو نخلطوهم غايه بالباتر حتى نحصلوا على كريمه كيما هكا. نزيدو عليهم الفرينه الخميره نتاع الكاطو، لمهم في رحبه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه كيما هكا. ماشي واحده اخرى عندي هاد العضوي غادي نخرجوا بها الكاطو نتاعنا، نخرجوا بها الكاطو تاعنا كيما هكا. اللي تبغي تخرج بلا بوش تخلي لاباط نتاعها طريه بزاف وتخرجها بلا بوش. والحبه تاع الكاطو تاعنا نخرجوها كيما هكا ونخرجوها رقيقه، ما تغلطوش الحبه تاعكم بزاف. خرجت كاع الكونتيتي ونطيبوها على 180 درجه كيما نطيبوا الصابلي، جوست تشوفوه حمار من تحت اطفوا عليه. ماشي واحده اخرى هنا في كاسرول نديرو 400 غرام حليب، نزيدو عليها تقريبا 500 غرام تاع شوكولا هذه نتاع تويسكو. سينو انا مداري ندير عيني ميزاني ما نكتبش عليكم، سيت نمد لكم هكا بالتقريب. نخلطوها غايه كيما هكا ونحطوا الكاسرول تاعنا فوق النار حتى يغلي لنا هذاك الخليط غايه، يعني تخلوها حوالي 4 دقائق حتى يغلي الخليط نتاعكم. نفرغوها في ريسيبيون ونخلوها تبرد تماما حتى تتقال معنا. بعد ما طاب الكاطو تاعنا نروحوا نرمدوه في رحبه. هنا نديروا الحبه تاع الكاطو تاعنا كنغمسوها غايه في الشوكولا، نقلوا لها شوكولا الزايده ونديروها كيما هكا الكوفريت، نرمدوها غايه في الكوفريت. هنا تبغوا ترمدوها نص تبغوا ترمدوها كومبلي. الحبات الوالا رمدتهم كيما هكا نص والتوالا رمدتهم كومبلي باسكو كي ترمديها كومبلي الحبه تاع الكاطو تاعك تجيك بزاف بزاف بنينه. هكا نكونوا درنا بكل سهوله 130 حبه كاطو في رحبه. وهذا الكاطو يجيكم بزاف بزاف بنين. ديري حفله الوصفه على بالي غادي تحتاجيها وهذه راه غدا تاعنا اليوم.